bilan ziyorat turibmiz Alloh. Har birlarimizni oilalarimizga sihat. Samarkand عاصمة آسيا الوسطى سمرقند. أحب المدن إلي في أوزبكستان وهي سمرقند. أهلا بيكم في الجزء الثاني من فيديو أوزبكستان. الفيديو اللي فات عرفنا على جزء بسيط من تاريخ وسط آسيا، مدن زي مدينة بوخاري وطاشكند والجبال والبحيرات. لكن في الجزء الثاني هنتعرف على سمرقند وتاريخها وتاريخ الحضارة التيمورية، وهنا أصبحت مقبرة عائلة تيمور. وقد إيه هي كانت واحدة من أغنى الدول في العالم. One of the greatest empires in the old times. وهنتعرف على واحدة من أغلى الحرف صناعة السجاد اليدوي. سنة كاملة ونصف. السجادة $120,000. ازاي دخل الإسلام وسط آسيا؟ قصص كتير وحكايات كتير في سمرقند. أنا فتى وقت القصة ودي قصة سمرقند. وبدأنا جولتنا في سمرقند في أول مكان وأهم مكان، ميدان مجستان. أهلا وسهلا بيكم في أول يوم لينا هنا في أوزبكستان في مدينة سمرقند. مدينة مليانة تاريخ وعراقة كتير قوي. تعالوا أخش أوريكم ميدان مجستان، أوريكم البلد عاملة إزاي. فيها إحساس كبير قوي من بعض الدول العربية زي مصر، لكن خلينا أوريكم الدنيا عاملة إزاي أكتر. تاون سكوير ده بقى أهم ميدان موجود هنا في سمرقند وتقريبا في اوزبكستان كلها. المكان ده فيه 3 مدارس مبنيين هنا، موجودين كلهم في وسط بقى بارك كبير قوي كله مليان شجر وحبه ورد وازهار واماكن الناس تقعد فيها، فالموضوع لذيذ. الميدان عمره يرجع لاكتر من 700 سنه، مميز جدا بوجود ال3 مدارس في وش بعض. وكلمه مدرسه هو مكان بيعلموا فيه الاسلام وفي نفس الوقت بيعلموا فيه العلوم التانية. وده سبب من اسباب ازدهار دولتهم قديما. الاهتمام بالعلم خلى البلد يطلع منها علماء زي الخوارزمي والبيروني وابن سينا وغيرهم كتير. من زمان سمرقند كانت مدينة بين المللية كيف أن يقال، يعني هنا كانوا يعيشون الجنسيات مختلفة مع بعض. وكون وجودهم في مركز التجارة في العالم القديم ده خلاهم ممر لثقافات كتير. انتشر العلم بين الناس وازدهرت المدينة. ومن ظواهر ازدهار أي بلد هو الفن. تقدر تلاحظ ده في مباني سمرقند ومباني التاريخية في البلد. أول حاجة تلاحظها هنا بقى في أوزبكستان كلها وسمرقند خصوصا هي إن المباني أعلى مبنى هتلاقيه دور واحد بس، فبس المدينة كلها بقى بالعرض، فتلاقي أنت لو طلعت أي روف توب فأنت شايف المدينة كلها. هنا في المواصلات تقدر تاخد حاجة اسمها ياندكس جو أو تاكسي أوكي، الاتنين دول حاجة زي أوبر وكريم كده، فالاسعار بقى بتاعتهم بجد رخيصه جدا. خلينا اوريك، احنا مثلا رايحين مشوار 3 كيلو 200 متر هياخد مننا 8000 اوزبك سوم. 8000 ده اللي هو يعتبر مثلا ايه $0.6، ولما كنا جايين من المطار خد منا $1.25 على مسافه 7 كيلو. فالاسعار هنا الصراحه لذيذه وواحده من ارخص الدول اللي ممكن تسافرها في العالم. وصلنا المكان التاني لينا وكان زنده الشام. لا رب العالمين. المكان هناك عبارة عن مجمع أضرحة وفيه مسجد، المكان اللي دفن فيه ابن عم الرسول القثم ابن عباس. في ذاك الزمان عندما وصل قثم ابن عباس إلى آسيا الوسطى، الأغلبية هنا كانوا ماجوسيين وهم كانوا يعبدون النار والشمس. المعمار في المكان والزخارف اللي موجودة على الحيطان شكلها خرافي. بعد زنده الشاه اتحركنا على أكبر مصنع سجاد في أوزبكستان ووسط آسيا. السلام عليكم. حرفة كنا بنسمع عنها كتير لكن ما كنتش أعرف تفاصيلها ولا أسعارها، وفي الحقيقة اتصدمت. هذا السجاد بهذا الحجم ب2 و3 أمتار يأخذ مدة سنة كاملة ونصف امرأة واحدة. دلوقتي في المصنع بص الورقة دي بتقول ايه. الورقة دي بتقول ان السجادة دي كانت من 80 ل 120 ألف دولار، رقم مرعب. وده يخليك تسأل ازاي حاجة ممكن سعرها يوصل للرقم ده. كل حاجة معمولة من حاجات طبيعية، ده من حرير طبيعي. يعني مثلا بيستخرجوا الحرير من دود الأز، عندهم مزارع للتوت البري ومن هنا يقدروا ياخدوا شرنقة الدودة اللي هي تعتبر حرير. وكل لون معمول من
فاكهه، معدن، مفيش اي حاجه صناعيه، كلها حاجات جايه من الطبيعه. ولهذا يحفظ هذه الألوان لمدة طويلة جدا. فلك ان تتخيل، عشان كده سعرها غالي. هنا في بداية العمل أول شيء يعلمون، هنا يوجد أساتذة يعلمون أول شيء، وبعد يعني في البداية يرسمون نسخة أو النقوش يعني. تمام؟ مثلا هذا نقش لهذا، هذا سجاد، لهذا يوجد نقش آخر. الموضوع اشبه بالبيكسلز. على حسب صعوبة النقش هذا يأخذ وقت. كل ما العقد زادت في السنتيمتر كل ما السعر بقى اغلى. هي تستطيع أن تفعل 4 خطوط يعني في اليوم واحد بس. والموضوع ممكن يوصل لخطين لو الرسمه معقده زي كده. بصوا يا جماعه السجاده عامل ازاي؟ يعني دي سجاده محطوطه في لوحه. تخيل انت كل لون من ده طالع من نبته مختلفه. بعدين خلونا نتفرج على السجاد ونتعرف على اسعاره. اوزبكستان مشهوره بالسجاد لدرجه تلاقي رئيس اليونسكو، رئيس الصين، بوتين، رئيس افغانستان، بلغاريا، دي رؤساء اوزبكستان الاول والثاني. هذا الرئيس ماليزي، كوريا. جابان. هيلاري كلينتون من امريكا. ايوه. جان كيري امريكا. جون كيري من امريكا ايضا. يعني مصنع ما فيش رئيس تقريبا من هنا جه وما اشتراش منه. Is more than 1.5 years war, 150 number of notes. It's very fine work, yes. 12,200. ده نفس المكان، نفس ريجستان سكوير السقف، نفس الباترن بتاعه. 12200 معموله من السلك الحريري. ارقام مرعبه. This one is 8500. Yes, that one. هنا تعمل عدينا على مقبرة الأمير تيمور مؤسس الدولة التيمورية، اللي هتلاقي ليه تمثال في كل محافظة ومدينة. احنا دلوقتي في أهم ميدان في طشقنط، ميدان الأمير تيمور. احنا دلوقتي قدام مقبرة الأمير تيمور، أمير الدولة التيمورية اللي كانت تحكم وسط آسيا كلها من أول إيران لحد البحر المتوسط. هي كانت تعتبر تاني أكبر إمبراطورية بعد جنكيز خان والمغول. ده الأمير تيمور ودي عائلته، هم مش مدفونين هنا بالظبط ولكن هو المكان تحتهم. ده زي نصب ليهم تذكاري. الاركتكشر جوه كان بعمار روعة. بصوا المكان عامل ازاي. الصراحة المكان مهيب وشغالين كمان قرآن طول الوقت، يعني كمكان ان هو مقبرة وكده. الأمير تيمور المكان ده ما كانش بانيه لنفسه ولكن كان بانيه لحفيده. حفيده مات 1403 وما كانوش متوقعين ان هو هيموت، وبعدها في 1405 كان بيروح يفتح الصين ومات الأمير تيمور، دفن جنب حفيده هنا، وهنا أصبحت مقبرة عائلة تيمور. بعد حصة التاريخ دي طلعنا على واحد من أكبر المخابز في سمرقند. دلوقتي احنا وصلنا واحد من أكبر الأفران في سمرقند، بيعملوا العيش بتاعهم. العيش بتاعهم ده حاجة ليه قصة لوحده، فخلينا أوريكم المكان عامل إزاي. أنواع العيش في وسط آسيا كتير قوي، ويجب أن يكون على مائدتنا شيء واحد دائما، هذا هو الخبز. بيعملوا هنا 17,000 رغيف في اليوم، رقم مرعب. بص بقى كم الناس اللي شغالين هنا. عارفين الناس دي عندها قدرة تحمل للحرارة غير طبيعية، درجة الحرارة جوه التندور خرافية. وسمرقند اشتهر بخبز واحد، خبز خاص الذي يسمى باسم خبز جالا آسيا، وشكله أيضا يختلف عن شكل الأخباز الآخر في جمهورية أوزبكستان. يلا إن شاء الله سنرى. كما نرى بعدما يطحنون هذا العجين يقسمون، كل حبة يجب أن يكون 1.3 كيلو بأيديهم. أولا يعطون الشكل، ويوجد عندهم ختم، يضعون ختم عليه بشكل أزحار. تعالوا بقى، ده حتة رغيف عيش جديد، تعالى بقى ندوق. العيش سميك أوي أوي، عشان كده الرغيف 1.5 كيلو. بس طعمه جامد، يعني طعمه جامد. لو جاي سمرقند دي حاجة من الحاجات، خاصة لو أنت جاي تجرب الأكل عندهم مختلف. احنا دلوقتي في ميدان وجستان رايحين لمسجد اسمه بيبي خانو.
احنا دلوقتي قدام مسجد بيبي خانم. بيبي خانم ده واحد من اقدم المساجد هنا، واتدمر سنه 1900 وقت ما حصل الزلزال هنا. كان زلزال مدمر دمر يعتبر مدينه سمرقند كلها. فزي ما انتم شايفين فوق هتلاقوا هنا ان البلاط والرخام متكسر شويه. المسجد ده اتدمر اكتر من مره وقت ما المغول جم كسروا بعض الاثار اللي موجوده هنا، واتدمر برده في وقت الزلزال. طول المأذنة طولها 40 متر، ده طبعا في وقت ما اتبنى في القرن ال 15 ده كان رقم كبير جدا جدا جدا. مفيش بلاطه شبه الثانيه، هتلاقي مكتوب على الحيطان اسماء الله الحسنى وبعض الايات القرانيه. مكان لازم تزوره برضو ده في ظهر ريجستان سكوير. كل الاماكن دي كلها حرفيا في مكان يعتبر 2-3 كيلو، لازم تزورهم لو انت هنا في اوزبكستان سمرقند. لا بقى نخش ناخد جوله جوه ونشوف المسجد عامل ازاي من جوه. اول ما هتخش هتلاقي المسجد مزين بمأذنتين على اليمين وعلى الشمال. مسجد واخد شكل مربع، وكل جزء هتلاقي فيه القبه بتاعته والبوابه بتاعته. منظر في وقت الغروب على الجولدن اور تحفه. بس كده ده يبقى نهايه الجزء الثاني من فيديو اوزبكستان. لو ما شفتش الجزء الاول اللي احنا فيه مدينه بخارى وطاشكند وباقي مدن اوزبكستان، تقدر تتفرج عليه من هنا. وصلت لهنا في الفيديو، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تعمل شير وتكتب كومنت عشان تدعمنا اكتر. اشوفكم في فيديو جديد وقصه جديده. سلام.